فزاع ماله؟ طمني عليه يا دكتور والنبي بسرعة. وحضرتك تقربي له ايه بالظبط؟ انا مراته يا دكتور، طمني. امضي على الاقرار ده حضرتك، لان النزيف حرفيا مش عايز يقف، اللي هو في رجله، ولازم. لا مش همضي، اعمل اي حاجة غير اللي انت بتقوله ده. لا لا، لو النزيف ما وقفش جسمه هيتصفى وهيموت، فهماني؟ لا مش هقدر امضي، لا الحقيني يا عمته، الحقيني، بيقول ايه؟ كذبني يا دكتور، هات الكلام ده امضيهولك انا، هات. شمس بتبكي بحرقة، ونصرة مضت على الإقرار وهي قلبها بيتقطع. وبعد ما الدكتور دخل وقعت من طولها وأغمى عليها على طول. شمس صوتت، وعارف جري على الممرضات ونده لهم يشيلوا نصرة معاه ودخلوها على الأوضة وجابوا دكتور يكشف عليها. شمس كانت حاسة إن هي في كابوس ولوحدها. اطمنت على نصرة وجريت على فزاع، وقفت على باب أوضة العمليات وكانت مستنية أي حد يطمنها لغاية ما لقت الممرضة وقالت لها إن حالته صعبة جدا وإنها لازم تدعيله كتير. شمس كانت بتحاول تتماسك لكن كانت حاسة إنها هيغمى عليها. فضلت رايحة جاية بين عمتها وفزاع لحد ما الدكتور المساعد قال لها إن حالته بدأت تبقى مستقرة. هنا شمس جريت على عارف وخدته بالحضن، وفجأة أغمى عليها. كانت حاسة إن هي محتاجة حد يقف جنبها. عارف لحقها وهي وقعت جنبه، وكان أخيرا أهلها وصلوا لغاية أمال وضحى وعابد وصقر، ولحقوها وجريوا عليها وشالوها وراحوا بيها على أوضة نيموها على السرير. ضحى بتبكي بحرقة وأمال بتحاول تبقى متماسكة. صقر رهبهم وراح لغاية مامته ولقى الممرضة هناك. سألها لو سمحتي هي عاملة ايه وعندها ايه دلوقتي؟ هو حضرتك ابنها صح؟ شكلك ابنها. بص هي عندها جلطة بس الدكتور لحقها، حاليا حالتها مستقرة. الصبح هتفوق وهتكون كويسة وهتبقى أحسن من كده، ما تقلقش عليها. سابته الممرضة وخرجت وقفلت الباب وراها. صقر كان حاسس ان الأرض تحتيه بتتهز، حاسس انه في كابوس ومش عارف يفوق منه. فجأة قعد على الأرض جنب السرير، بس ايد امه وقعد يبكي بحرقة. فضل باصص على وشها التعبان وهو مش في ايده حاجة يعملها. ضحى سألت على الأوضة ودخلت علشان تطمن على عمتها، وأول ما لقت صقر قاعد في الأرض جريت عليه. ضحى شدته ليها وضمته ليها وهو عيط أكتر. اهدى، اهدى يا صقر، اهدى يا قلبي، ربنا هيشفيها إن شاء الله. أمي بتروح مني يا ضحى، مش في إيدي حاجة، مش عارف أعمل لهم إيه. قوم صلي وادعي لها ربنا يشفيها. انا سألت الممرضة وقالت ان هي عدت مرحلة الخطر. بطل قلق بقى. انا حاسس ان ده كابوس. امي وفزاع في يوم واحد. فزاع ده مش اخويا، لا ده ابويا، ده السند، ده على طول في ظهري وبيقويني. انا بجد مش عارف اعمل ايه. انا مش عارف ولا فاهم ايه اللي حصل بين يوم وليلة عشان الاتنين يتعبوا كده او يحصل لهم كده. احمد ربنا يا ابني، ده قضاء ربنا وقدره، وان شاء الله الاتنين هيقوموا بالسلامة وهيتعافوا ويبقوا زي الفل. قوم معايا يا صقر، قوم اغسل وشك وانت هتبقى كويس وهم كمان ان شاء الله. صقر قاعد مكانه ما بيتحركش وماسك في ضحى. ضحى قامت وخدته على الحمام، غسلت له وشه زي الاطفال، وخرج قاعد على الكرسي قدام مامته بيوصف وشها ومتضايق وبيعيط زي الاطفال ومش عارف يعمل ايه. وعند شمس في الأوضة كان عابد وأمال قاعدين بيتفرجوا عليها ومش عارفين يعملوا لها حاجة، لغاية ما قامت وفاقت وقامت وشالت الغطا من عليها وكانت عاوزة تقوم وشالت المحاليل. رايحة فين يا بنتي؟ خليكي مستريحة. لا لا، عاوزة اطمن على فزاع، لازم اروح اشوفه، سيبوني بعد اذنكم اروح لفزاع. طيب يا بنتي قومي وانا هساعدك، قومي يا حبيبتي. يا دكتور حالة فزاعة ايه بالظبط؟ ارجوك انا عاوزة اعرف كل اللي حصل. بصراحة الحادثة ما كانتش سهلة ابدا. جسمه كله حرفيا كان فيه كسور وكدمات، ده غير الازاز اللي داخل في جسمه كله. احنا شلنا الازاز كله وخيطنا الجروح، لكن الجرح اللي كان في رجله كان صعب السيطرة عليه. بطرنا الرجل عشان النزيف يقف. كانش في حل تاني غير كده يا دكتور؟ ليه بس ليه؟ لو ما كانش حصل كده ما كانش النزيف هيقف، وكان جسمه كله هيتصفى وكان هيموت. كان لازم نتصرف ونبتر الرجل. احمدوا ربنا انه بخير، لان الحادث كان صعب جدا عليه، والحمد لله انها عدت على قد كده. احمدوا ربنا يا جماعة، وهو هيبقى كويس. طيب انا عاوزة اشوفه، الحمد لله، بس انا عاوزة اشوفه ارجوك.
بصي، هو الأحسن ليه إن هو يكون مرتاح ونايم، لأن الكسور والكتمات كتير جدا في جسمه. هو هيتألم لو فاق دلوقتي، فالأحسن ليه يفضل نايم. فالراحة مهمة، ومع المسكنات هيكون أحسن. بعدين يا جماعة، دلوقتي في أطراف صناعية بتعوض الأطراف الطبيعية اللي راحت. إن شاء الله هيتعود عليها وهيبقى كويس وهيمارس حياته طبيعية جدا. في ناس كتير بتستعملهم وعايشين حياتهم طبيعية، بس المفروض تفضلوا حواليه وتدوله الشجاعة والقوة إنه يكمل. يا ربي يا ربي، ربنا يشفيه يا ربي يا ربي. عابد شكر الدكتور وقال له شكرا يا دكتور، وخد شمس وأمال وخرجوا بره. شمس صممت إن هي تخش تطمن على فزاع، فتعقمت وقامت رايحة داخلاله. وأول ما دخل لسه هتقرب منه، وقفت واتصدمت من المنظر. فزاع كان متوصل بأجهزة كتير قوي في جسمه، ده غير الجروح اللي كانت باينة قوي وظاهرة. شمس اتصدمت لما شافته، وبدأت إنها تعيط. ما قدرتش تمسك نفسها، كانت نفسها تقرب منه أكتر، لكن كانت خايفة. افتكرت إن النوم راحة ليه وكلام الدكتور، لغاية ما الممرضة دخلت وقالت لها إن شكلها تعبان ومرهق، وإن هي كمان لازم تستريح، وخدتها وخرجتها على بره. عابد وأمال خدوها ودخلوا بيها على أوضة عمتها. صقر لما شافها قام وقعدها على الكرسي، وسألهم عن حالة أخوه واللي حصل له إيه. وعابد حكاله بالظبط كل الكلام اللي الدكتور قاله، وعلى موضوع بتر الرجل ده. صقر اتجنن وراح على أوضة أخوه على طول، ودخل ووقف قدام فزاع، وما كانش بإيده حاجة يعملها. صقر قلبه وجعه على أخوه قوي. فزاع اللي كان زي الجبل شامخ نايم على السرير، شكله تعبان قوي كده، زعل قوي ودموعه نزلت. بس حاول يتماسك شوية، وافتكر كلام عابد لما قال له خليك شجاع عشان ندي لفزاع القوة والشجاعة، وخرج بره عشان ما يعيطش. لما خرج لقى البوليس وصل، وكان واقف بيسأل شمس وعابد شوية أسئلة. هو فزاع ليه أعداء؟ أكيد، لأنه كبير عيلة الهاشمي أصلا، فليه أعداء أكيد. طب يا جماعة، آخر مشكلة تفتكروا كانت مع مين مثلا؟ أنا بتهم يوسف القناوي. شوفوا يا شمس، حرام تظلمي حد يا شمس، فكري. لا يا بابا، أنا ما بظلمش حد. وشمس حكت للظابط كل اللي حصل، وآخر خناقة حصلت بين يوسف وفزاع. طب تمام يا جماعة، احنا هنحقق في الموضوع، ولو توصلنا لأي حاجة هنرجع لكم أكيد، ولو في جديد بلغونا. عابد شكر الضابط، وبعد ما الضابط مشي فضل صقر واقف مكانه وبيفكر. يا ترى يوسف ليه يد في اللي حصل لاخوه، وهيعمل كده ليه؟ فزع حالته بدأت تستقر، نقلوه في أوضة تانية. ونصرة كمان بدأت تفوق، والدكاترة طمنوهم على صحتهم. كلهم كانوا متجمعين في أوضة نصرة، وعابد كان بيحاول يواسي أخته ويصبروها على اللي حصل. وشمس بدأت تمسك أعصابها، وبلغتهم كلهم إن هي اللي عايزة تقول لفزاع على اللي حصل، وكان تكون معاه لوحدها، هتدخله لوحدها.